مات. ماشي ماشي يا عم. انت ايه اللي منزلك دلوقتي؟ انا ما يهمنيش حد. عايزه ايه يا عزه؟ الحكايه خلصت خلاص. ولما الحكايه خلصت اللي مقعدك تبص عليا من القهوه؟ انا كنت قاعد بشرب شاي. بتلعب ايه يا عماد؟ يا ام دماغك اللي دايما ماشيه في سكه غلط، وانا هلعب بيكي ليه يا بنت؟ امال سبتني ليه؟ مدام بتحبني وراقني سبتني ليه؟ انا قلت لك نهرب ونتجوز. عشان ما ينفعش يا عزه، ما ينفعش ان انا اولها ادافع عنك وعن سمعتك وفي الاخر الغمطها في الطين. طين ايه ورمل ايه؟ قالوا بيقولوا عليا انا اللي عايشه في افلام الابيض واسود، ده انت اللي عايش في كوكب تاني. الكلام ده يفيد بيه ما دام احنا في الاخر مش مع بعض. انت مش فاهمه حاجه. اطلعي قبل ما حد يشوفك ولا ابوكي وامك ياخدوا بالهم انك نزلتي. انت كنت بتلعب ايه؟ ايوه كنت بلعب بيكي، واتفضلي بقى اطلعي. الله يسامحك يا عماد، الله يسامحك. ما تسمع الكلام بقى يا اسماعيل، مشوار تقيل عليك. مفيش، جودك لسه جامد. مش قصدي يا اسماعيل، بس السفرية طويلة والقعدة قصاد السجن لغاية ما بيجي ميعاد الزيارة بتخلي الواحد يكره نفسه. هستحمل، عايز اشوف عبد الله، مش يمكن دي تبقى اخر مرة اشوفه فيها. بعد الشر عليك يا اسماعيل، ليه الكلام ده؟ حاسس ان الفرح اللي جوايا بيطفي لندا لندا، زي ما اكون انا بخلص حتة حتة. بعد الشر عليك، ايه الكلام البايخ ده يا اسماعيل؟ خلاص يا سيدي روح شوفه ما دام عاوز، انا بس قلقانة عليك من المشوار. ربنا يقويكي علينا يا عواطف، انا عارف كل ما ده حملك بيزيد. اسماعيل يا حموك في كنكة. ليه؟ هو الطشت مش فاضي؟ ضحكتني وانا مش عايزة اضحك. ربنا يخليك ليا يا اسماعيل. ما تخلينيش اغير وجهة نظري فيكي، انا ممكن اتوقع ده من اي واحدة تانية غيرك. يا مدام ايمان انا مغيره الفوط وملايات السرير والله العظيم. من غير حلفان، انا لما حد بيحلف بحس انه بيكذب عليا على طول. يعني انا هخاف منك ومش هخاف من ربنا؟ اديكي ابتديتي تعصبيني اهو. انتي نسيتي تعملي الاوضه مش كده؟ يا مدام ايمان الاوضه دي في اخر الممر وانا مش هيجي عليها قبل ما اخرج كده. طب خصم 5 ايام يا جليله، يومين علشان نسيتي تعملي الاوضه،
و3 ايام عشان الرد الغير مقنع. ده كتير قوي يا مدام ايمان، وانا ما غلطتش. ما غلطتيش؟ طب خصم 10 ايام يا جليل عشان ما غلطتيش. في حاجة تاني؟ يلا روحي شوفي شغلك، اتفضلي. يعني ده قرار نهائي؟ انا خلاص يا هشام، تعبت، زهقت، ما بقتش قادر اعيش لوحدي. كل حاجه هنا بتفكرني بجورج ونيرفانا. اسمعني يا حماده، البنزينه مستقبلها حلو وكل يوم بتبقى احسن من اللي قبله. لسه هتنزل مصر وتبتدي مشروع من الاول؟ يا سيدي، او على الاقل ابقى وسط اهلي واصحابي. وبعدين اللي سابهولي عم جورج مش شويه يا هشام. عايز تسافر امتى؟ عايز اسافر امبارح. قفل البنزينه يرخص سعرها، اصبر لغايه ما تبيع وبعد كده سافر. طب شوف، انا هعمل لك توكيل وانت دورها واعمل حسابك على كده، واول ما تبيعها حول الفلوس على مصر. وفلوسك اللي هنا هتعمل فيها ايه؟ انا هحولها على مصر برضه. تحويل الفلوس بعد 11 سبتمبر بقى صعب. يا سيدي هحاول اللي اقدر عليه، وانت بقى حول الباقي مع فلوس البنزينه. وانا اول ما انزل مصر هفتح حساب في بنك وابعت لك رقم الحساب مع رقم الفاكس في المكان اللي انا هنزل فيه. فكر تاني يا حماد. انا قررت خلاص يا هشام. يا لهوي، 10 ايام عشان اوضه ما ترتبتش؟ دي قطمة وسط صحيح. لو انت صادقه 10 ايام بحلف لها وهي مش مصدقه. انتي خلاص يا ام حماده، دماغك ما بقتش فيكي، عيالك كلوا دماغك خلاص. انت كمان هتظلميني يا نوسه، دي الاوضه دي بالذات انا فاكراها. العيط في الفايت نقصان عقل. خلي بالك من اكل عيشك وامشي جنب الحيط، واهم حاجه لا موظفه شهر ولا غيره، خليكي تعرفي تاكلي ولادك. وانت يا اختي ايه اللي خلاكي تدخلي عيشه في ام الخير؟ مالها موظفه الشهر بالاوضه اللي اتبهدلت دي؟ ما هو انتي لو ماشيه جنب الحيط ومش مسيطه نفسك ما كانش حسابك بقى جامد كده. معاكي حق، مدام ايمان قالت لي كده برضه. طيب يا اختي روحي شوفي وراكي ايه، وربنا يعوض عليك ال10 ايام دول. قومي يا ست. قومي يا ست. يلا قومي على البوكس. يا عم حرام عليك، ما تدوش النعمة على الأرض. يا نهار اسود، بلاش غلبة. يا عم أكل عيش، حرام عليك. يلا يا ست بلاش غلبة. أنا ما عملتش حاجة. على البوكس يلا. أنا بس على لقمة يلا يا ست بلاش غلبة. يلا. يا شروق، يلا يا ست. يا شروق، يلا يا ست بلاش غلبة. روحوا لي أبوك يسوي لي حاجة. يلا يا ست. يا بنت، يلا يا ست امشي.